لو بتفكر تبيع دهب المدام او الحاجه، احب اقول لك استنى شويه. اهدى عليا اهدى. من 30 يناير اللي فات وسعر الذهب بينزل في السوق، ووصل ل 4800 دولار للأونصة بعد ما كان وصل ل 5600 دولار، وسعر الجرام عيار 21 وصل ل 6500 جنيه. ايه ده؟ ما غالي برضه. هو سعر الذهب نزل ليه؟ من بعد صراعات ترامب مع جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، واللي كان رافض يخفض اسعار الفايده، زاد قلق الناس من تاثر الدولار بالصراعات دي، وبالتالي اتجهوا لشراء الذهب، وده اللي نتج عنه الزياده المستمره في اسعار الذهب في الفتره الاخيره. ولكن من بعد 30 يناير اللي فات واعلان ترامب عن مرشحه لرئاسه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واللي اختار فيها كيفن وارش كمرشحه لرئاسه الفيدرالي، الاختيار اللي كان مطمئن جدا بالنسبه للناس، وده لان وارش كان محافظ سابق قبل كده في الفيدرالي، وكمان سياساته عكس سياسات ترامب التوسعيه، وده اللي حفز كتير من الناس ان هم يبداوا يبيعوا والسعر عالي قبل ما السعر ينزل عن كده. ده اللي خلى السعر يقل بدل ما كان بيزيد. طبعا اختيار وارش ما كانش السبب الوحيد للنزول ده، ولكن كان محفز بالنسبه للناس انها تبدا تبيع. وقول لي انت بقى، هنعرف نتجوز السنه دي ولا ايه؟